السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نبعد عن الاكشن والرعب وندخل في الحب والرومانسية شوية. فيلمنا النهاردة هيخليك ترتبط لو سنجل، ولو بتحب هيخليك تحب اكتر. هتعرف منه ان اللي بيحب بجد مستعد يعمل لحبيبه اي حاجة مهما كانت. يا ترى في حد ممكن يضحي بحاجات عشان خاطر حبيبه، ولا الكلام ده بنشوفه في الافلام وبنسمعه في الروايات وخلاص؟ مستني اجابتكم في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ فيلمنا، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتعمل لنا لايك للفيديو. يبدأ فيلمنا ببنت واقفة قدام قبر ابوها وبتقول له النهارده حلمك بيتحقق، وبنتك مسكت اول قضية ليها. انت قعدت طول حياتك تدافع عن الحقيقة وعن الإنسانية، وانا دلوقتي ماشية في نفس الطريق اللي كنت فيه وبستقوى بإيمانك وببركاتك. ولما بتخلص كلامها بتمشي وبتروح على مركز الشرطة وبتكتب تعهد على نفسها انها هتكون مسؤولة عن السجين اللي هتدافع عنه. وبنعرف انها محامية واسمها سامية صديقي، وبيكون الشرطي الغيتد ده بيلقح عليها بان البنات مكانهم المطبخ. وبعد ما بتخلص كتابة الورقة بتروح عشان تشوف المسجون، وهي ماشية مع الضابط الغيتد بيقول لها انت بتضيعي وقتك. الراجل ده مسجون من 22 سنة ومحدش سمعه بيقول كلمة واحدة، ولا بيتخانق مع حد ولا بيضايق حد وما بيشتكيش من اي حاجة. شكله مش عايز يخرج من هنا نهائي. بترد عليه سامية وبتقول له الانسان اتولد حر، وانا واجبي ان ارد الحرية للي يستحقها. خليك انت في شغلك وسيبني اشوف شغلي. بيوصلها للزنزانة والضابط بيقول للمسجون شوف مين اجا يزورك. الاستاذة سامية بنفسها جايالك، على الاقل قوم سلم عليها. وبيكون السجين مفعل وضع الصامت وما بينطقش بكلمة. بيقول الضابط للمحامية مش قلتلك انه ما بيتكلمش؟ قالت له افتح الباب، عايز اتكلم معاه على انفراد. وفعلا بيفتح لها الباب وبتدخل وبتبتدي تتكلم معاه وبتقول له انا اسمي سامية صديقي وانت؟ ما بيردش عليها. بتقول له انت عايزنا ناديلك بالسجين 786 زيهم؟ اكيد اسمك مش وحش لدرجة انك بتفضل الرقم عليه. وبرضه بيكون مفعل وضع الصامت وما بينطقش. واول ما بتقول فير براتاب سينغ بيستغرب. انت من 22 سنة ساكت وما بتتكلمش، ربنا بعت لك فرصة حاول تستغلها. وعد مني هرجعك بلدك بس رد عليا. انا عارفة انت ليه مش عايز تخرج، بس خروجك مهم جدا بالنسبة لبنات البلد دي. ابويا تعب طول حياته عشان يعلي من شأن المرأة بس ملحقش يا عيني وتشندل. والله ما هتكلم برضه. انا بعد تعب السنين دي كلها هتكون دي اول قضية ليا امسكها. كله بيقول ان فوزي مستحيل وانهم عايزين نخسرها عشان البنات ما يعملوش شغل الرجالة بعد كده. بس انا مش هخسر ابدا وهحقق حلم ابويا وهرفع راس بنات البلد. عايزك تساعدني، اتكلم معايا بس. والله ما هتكلم برضه. بتقوم عشان تمشي بيسمع صوت طيارة فبيتكلم ويقول مواصفاتها. سامية بتفرح وبتطلع المسجل وبيبدأ يحكي لها عن شغله. وبنرجع فلاش باك وبيكون فير طيار ومنقذ في القوات الجوية الهندية، وكان بيحب شغله جدا. الطيران كان حلمه من وهو طفل، اما انقاذ الناس ورثه من ابوه. وكان عايش وحيد وما كانش يعرف ان حياته هتتغير. وها هي البنت اللي غيرت حياته وحياتي. وبيجي الدكتور وبيقول له زارة ان حالة بيبي خطر جدا. بيبي دي بتكون جدة زارة. امها بتقول لازم نخبي عليها الخبر ده، بس بتكون زارة وصلت وسمعتهم. بتطلع لجدتها وبتكون زعلانة عليها. جدتها بتقول لها اسمعيني يا بنتي، انا عشت طول عمري بعيدة عن الهند من يوم ما باكستان اتأسست وانا موجودة فيها. ما تاخديش حبوب منع الفهم وركزي معايا. انا بقالي سنين بعيدة عن الهند. امنيتي الاخيرة انك ترمي رمادي هناك. ولو ما تعرفش الرماد يا زميلي ده اللي بيتبقى بعد حرق اي حاجة، وفي الهند بيحرقوا الميتين. يعني الحاجة عاشت غريبة وهتموت محروقة. ها يا بنتي هتنفذي طلبي؟ لا مش هنفذ حاجة لانك هتقومي وهنروح مع بعض. بتكلمي مين يا قمر؟ تيتا ماتت. بيبي يا خسارة يا حاج، ما لحقتش تفرحي بشبابك يا غالية. الكوباية بتقع من ايد زارة قبل 22 سنة بتترزع على الارض عند فير بعد 22 سنة. حتى الكوبايات عندهم بيكذبوا. سامية بتسأله ازاي اتقابلتوا وانت من الهند وهي من باكستان؟ قال لها التقينا بعد 3 ايام وكان لقاء غير عادي. وبنرجع فلاش باك وبيكون في اتوبيس مقلوب وتم انقاذ جميع الركاب، وفير بينقذ اخر واحدة وهو طالع بيها بيبص لها لاول مرة وبيتفاجئ بجمالها اللي ملوش مثيل. بس هي بتكون مغمضة عينيها وخايفة جدا. شعرها بيكون مضايقها فبيشيله من على عينيها. بتفتح زارة وبتفضل متنحة لفير وهي مرعوبة. الشنطة بتقع منها وبتفضل تصرخ وبتقول له انزل نجيبها. فير بيكون رافض ينزل بس هي بتكون مصرة وبينزلوا يجيبوها ويطلعوا. فير بيتعصب عليها وبيقول لها انا بخاطر بحياتي عشان انقذ ارواح الناس الغريبة، وانت خاطرت بحياتنا عشان شنطة؟ انا اول مرة اندم ان انقذت شخص من الخطر والاحساس ده بسببك. وبيسيبها ويمشي وبتفضل زارة تعيط
حد يزعل بني ادمه زي دي. بتروح زارا تتصل على امها، وامها بتقول لها انت رحت لوحدك ليه من غير ما تقولي لي؟ اركبي اول اتوبيس وارجعي. قالت لها ما تقلقيش عليا يا امي، بنتك ب 100 راجل، انا لسه ما وصلتش كراتبور، وانا وعدت بيبي ان اخد رمادها بنفسي. انا لحد النهارده ما عملتش حاجه مهمه في حياتي، ودي الحاجه الوحيده اللي هعملها وهكون مفتخره بيها. امها بتقول لها حاولي ترجعي قبل ابوكي ما يجي، وبيقفلوا مع بعض. فير بيقول لزميله انا نازل اجازه لان ابويا عايزني احتفل معاه بالمهرجان. وبتروح زارا تسال الراجل ده على فندق تبات فيه لان الاتوبيس هيمشي تاني يوم. قال لها الكافيه ده الفندق بتاعنا. بتشوف فير وبتروح تعتذر له على اللي حصل، وبتقول له انت لازم تفتخر بشغلك لان مفيش شغل احلى من كده، وانا جاي اقول لك انا عملت كده ليه علشان الشنطه. ده رماد جدتي وكانت هنديه، عاشت طول عمرها تهتم بعيلتي وعمرها ما طلبت مني حاجه غير اني ارمي رمادها في كراتبور، وده اهم من حياتي. ممكن تكون متضايق انك انقذتني بسبب اللي عملته، لكني متاكده انك هتكون فخور بانك انقذت الرماد ده. اتمنى انك تسامحني. فير بيكون واقف متنح لجمالها وما بينطقش. بتسيبه وتمشي وفير لسه متنح لها. وتاني يوم بتروح عشان تركب الاتوبيس لكن ما بتلحقش مكان. الكمساري بيقول لها اركب على السقف، وفير بيكون شايفها. بتطلع على سقف الاتوبيس وسليمان عيد بيفضل مبحلق فيها. شفته حتى الراجل المنتهي الصلاحيه مصدوم من جمالها. بيجي فير ويقول له هي دي مراتك او بنتك عشان تقعد جنبها؟ من هنا لديك في وشك. بيقعد مكانه وبيقول لزارا اظن انك مستغربه انا هنا ليه، المفروض اكون في الاتوبيس اللي هناك ده، بس قلت لنفسي خليك بطل للنهايه ووصل البنت العبيطه دي لاخر طريقها عشان ضميري يرتاح. زارا بتشكره. بيقول لها انا فير برتاب سينغ. قالت له وانا زارا حياه خان، وانا ناجي اسماعيل البدراني 27 سنه عاطل عن العمل. المهم بيفضلوا يغنوا مع بعض طول الطريق، وبياكلها قصب وبيوديها الملاهي وبيركبها مراجيح، بيعمل معاها الصح وزياده حبتين ثلاثه. بيوصلوا للمكان اللي هيرموا الرماد فيه، وبتسال فير على اللي الناس دول بيعملوه، وبيعرفها انهم بيعملوا طقوس قبل ما يرموا الرماد. قالت له طيب احنا ليه ما بنعملش الطقوس دي؟ قال لها لانك مسلمه والكهنه هنا عصبيين وممكن يضربوني اصلا. بتقول له انا هروح اسال. قال لها لا خليكي انا اللي هسال. وفعلا بيروح يسال الكاهن، والكاهن بيجي لزارا وبيقول لها انا هنا بقالي 48 سنه وعمري ما شفت حد بالوفاء ده، وبيوافق انه يعمل لها الطقوس. وبتقوم عشان ترمي الرماد لكن بتنادى على فيرو وبتقول له لولاك ما كنتش هوصل هنا، حط ايدك معايا نرمي الرماد سوا. وفعلا بيمسك ايديها وبيرموا الرماد وهو متنح لها كالعاده. ما هو لازم يتنح، ده انا طول الفيلم ما نزلتش عيني من عليها. بعدها بيروح يجيب لها تذكره عشان ترجع بلدها، فبتقول له انت عملت معايا كتير مش عارفه اشكرك ازاي. قال لها انا صريح في الحالات اللي زي دي وهطلب منك طلب. قالت له اطلب اللي انت عايزه ووعد مني هنفذه. قال لها انت وعدتيني من غير ما تعرف انا هطلب ايه وهتندمي. قالت له باكستانيه وعدت هندي، يعني لو رجعت في وعدي هكون سوقت سمعه بلدي. قال لها انت خليتيني اشاركك في تنفيذ وصيه بيبي وسبت لي ذكريات جميله، خليكي معايا يوم واحد وهسيب لك ذكريات اجمل هتفضل معاكي طول عمرك. زارا مش بتكون عارفه تقول ايه، وبياخدنا الفيلم للحاضر وبتساله ساميه انت حبيتها؟ قال لها مش عارف شعوري كان ايه لحد دلوقتي، انا لقيت نفسي بطلب منها الطلب ده ومش عارف ليه، بس كنت حاسس اننا اتقابلنا عشان حاجه اكبر من كده وان ما كانتش دي نهايه الطريق. بتقول له ساميه هي وافقت تيجي معاك؟ قال لها سمعه بلدكم كانت هتبوظ يا ساميه لو ما كانتش وافقت. وبنرجع تاني فلاش باك، ومش عايزك تزهق يا صديقي من كتر ما بنرجع وبنيجي، فوق كده وصحصح معايا. فير بياخد زارا ويروح قريته، وكل اهل القريه بيفكروها مراته، والخبر بيروح لامه وامه بتقول لابوه وليله كبيره قوي سعادتك. بيروح ابوه يقول له انت ازاي تتجوز من غير ما تقول لي؟ قال له جواز ايه يا حاج مين قال لك كده؟ امه بتقول له امال مين دي؟ قال لها دي ضيفه جايه تشوفكم وتشوف قريتنا. ابوه بيبص لها وبينبهر بجمالها، عشان تصدقوني لما اقول لكم ان دي ملكه جمال الهند. بصوا انا لو اتاخرت عليكم في الفيديوهات بعد الملخص ده اعرفوا اني اتمنعت من شغل اليوتيوب يا اتقتلت. بيعرفوا اسمها وبلدها وبيرحبوا بيها جدا. ام فير بتاخدها وابوه بيقول له فين اللي قلت لك عليه؟ فير بيديله ازازه خمره وبيقول له ما تشربهاش لوحدك بقى، ولو امي عرفت مش هكذب عليها. قال له معلش اكذب المره دي كمان بس، وبيسيبه ويمشي. بنروح للقمر وهي بتحاول تظبط شعرها لكن ما بتعرفش. بتقول لها ام فير تعالي وانا هسرحك. بتتحرج زارا وبتقول لها لا شكرا. ماتي قالت لها اعتبري نفسك في بيتك واعتبريني زي امك، وفعلا بتقعد تظبط لها شعرها. زارا بتقول لها دي اوضه فير صح؟ قالت لها ايوه، كل ما ياخد شهاده او جايزه بعلقها هنا مع صوره عشان لما يغيب نفضل انا وابوه نتفرج عليها. زارا بتقول لها شكلكم بتحبوه جدا. قالت لها ماتي من يوم امه وابوه ما ماتوا وهو ملوش غيرنا واحنا ملناش غيره، ولاننا ما خلفناش اعتبرناها ابننا. شفت الضفيره خلصت اهي. بتقوم القمر تبص في المرايه وبتقول لماتي وهي فرحانه انا كده بقيت شبهكوا خالص. ماتي بتقول لها انت لسه شفت حاجه؟ النهارده بالليل هتكوني هنديه بالكامل لان احنا عندنا
مهرجان بنحتفل به كل سنه، وانا هجيب لك الفستان اللي لبسته في اول مهرجان حضرته. بتروح زارا تركب العجله قدام ابو فير ولا عبد الحليم وشاديه في زمانهم. بيقول لها وانا صغير كنت باخد ماتي قدامي، بس هي دلوقتي تخنت وما عادش ينفع تركب. بتقول له فير قال لي ان انت وماتي بنيتوا القريه دي. قال لها فعلا، في الاول كان هنا اراضي وبس، وبعد خطابات كتير للمسؤولين قدرنا ندخل الكهرباء، والمستشفى دي كانت مزرعه بقر، والمدرسه دي كنت انا وماتي الاساتذه فيها، لان مفيش حد كان بيعرف يقرا ويكتب غيرنا. وهنا الاولاد بيدرسوا للمرحله الاعداديه وبعد كده بيروحوا كراتبور عشان يكملوا تعليمهم. بتقول له طب والبنات؟ قال لها البنات بيتعلموا الادوات المنزليه لانهم في الاخر هيتجوزوا ويقعدوا في البيت. قالت له كده ظلم. قال لها قصدك ايه؟ قالت له اللي انت عملته للقريه حلو جدا، بس انت خليت الرجاله تقدر على مواجهه العالم وبتهمل البنات، عشان كده فير بقى طيار، والبنات زي ما هم ما يعرفوش الالف من كوز الذره. بنات اليومين دول طلعوا للقمر، بقوا زي الرجاله بالظبط في كل حاجه. مع التعليم ممكن بنت من القريه تطلع زي فير بالظبط واحسن كمان. بتيجي ماتي وتنادى عليه وبتقول له تعالى استعد عشان ميعاد المهرجان قرب. وبيبدا المهرجان، وفير اول ما بيشوف زارا بيتنح لها كالعاده. ابوه بينادي على كل الموجودين وفعلا بيروحوا له. بيقول لهم اسمعوني كويس، ملعب الكريكيت اللي كنا هنعمله هيتلغى وهنعمل مكانه مدرسه ثانويه للبنات، واللي هيحط اول طوبه في المدرسه هي زارا لانها صاحبه الفكره. بتقول له زارا ازاي وليه انا؟ قال لها انتوا صغيره في السن واديتيني درس كبير، وعشان كده انت اللي هتفتتح المدرسه دي. وفعلا بتحط اول طوبه واهل القريه بيكونوا فرحانين وبيروحوا يكملوا احتفال بالمهرجان. زارا بتسال ماتي على اللي بيعملوه. قالت لها اللي بيحب واحده بيقول اسمها ويكسر عود القصب، ولو هي موافقه بتكسر عود قصب وبتقول اسمه، ولو رافضه بترمي السمسم في النار. وهي بتشرح لها بينادي جوزها عليها وبيقول لها انا تشودري سينغ وبطلب تجديد جوازي منك 7 سنين كمان. ماتي بتفاجئ الجميع وبترمي السمسم في النار. فير بيقول لها ليه كده؟ هو ما يستحقش فرصه تانية ولا ايه؟ قالت له لو هيوفي وعوده ليا ماشي، غير كده لا. تشودري بيغني لها عشان يصالحها وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا مع اهل القريه. وتاني يوم بيقعد تشودري مع فير وبيقول له لحد النهارده كنت فخور بالانجازات اللي عملتها في القريه دي، لكن امبارح شابه خلتني اكتشف ان ما عملتش اي حاجه ولسه في انجازات كتير، وانا خلاص كبرت واللي باقي في عمري مش كتير. انا حلمت حلم اتمنى انه يتحقق. بيقول له فير ايه هو الحلم ده؟ قال له حلمت انك راكب العجله ومراتك قدامك وبتهتموا بالقريه. فير قال له وليه الحلم ده ما يتحققش؟ ابوه بيقول له لانك عايش في المدينه واستحاله ترجع تعيش في القريه. رد عليه وقال له في الاول والاخر انا ابنك وحلمك هيتحقق بس من غير العجله. يلا بينا بقى قبل ما امي تصرخ وتلم علينا اهل القريه. استنى، في حاجه كمان، مراتك اللي شفتها في الحلم هي زارا. شكلك شربت كتير ومش في وعيك. زارا باكستانيه، انت نسيت؟ باكستانيه، صينيه، مصريه، كل ده مش مهم. انا شفتها راكبه وراك العجله وماسكه كتفك، وعمرها ما هتسيبك تقع ولا هتخليك تمشي غلط. لما الراجل بيتجوز امراه صالحه حياته بتكمل وبتبقى عنب. انا حياتي ما كملتش الا لما امك دخلتها، وانت حياتك مش هتكمل الا بوجود زارا فيها. وانا شايف انك واقع لشوشتك. طلع اللي في قلبك وقوله لها، ولا اقول لها انا؟ عم الحاج بلاش تتدخل، ابوس ايدك وانا اللي هقول لها. بتروح زارا الماتي تودعها عشان خلاص هترجع بلدها، وبيجي فيرو يقول لهم كفايه دموع، قطعتوا قلبي ويلا بقى عشان ما نتاخرش. بتروح زارا عشان تجيب شنطتها، وبيقعد فير مع امه وبتقول له انت مستعجل ليه؟ قال لها انتوا طلبتوا مني اجي عشان المهرجان وجيت بالعافيه، ده انا يا دوب هوصل زارا للاتوبيس وهفلق. قالت له انت ما تسيبهاش الا لما تركب القطر وتمشي. قال لها انت لحقت تحبيها الحب ده كله في يومين بس؟ بتقول له انا مش فاضيه لتفاهتك دي، انا هروح اجيب لك الحلويات بتاعتك. بيجي الجرار اللي هيوصلهم للطريق، وفير بيودع ابوه. بعدها ابوه بيودع زارا وبيقول لها قولي لابوك وامك ان في راجل في ال70 من عمره بيشكركم على المبادئ والاخلاق اللي علمتوها لي. زارا بتسمع الكلمتين بتنزل الدمعتين وبتحضنه وبيسيبوهم ويمشوا. وهم بيعدوا المعديه بيتكلموا مع بعض، واثناء ما بيتكلموا زارا بتتكعبل وما بتكونش قادره تمشي على رجليها. فير ما بيصدق وبيشتلها على طول. زارا بتقول له انت هتنقذني كام مره؟ قال لها قد ما هتقع في مشاكل. وبيفضلوا يتنحوا لبعض طول ما هو شايلها. بيوصلوا لمحطه القطر وبتتفاجئ بخطيبها وبيقول لها ابوك رجع من السفر وقال لي اجي اخدك. زارا بتعرفهم على بعض، واول ما فير بيعرف انه خطيبها بيتصدم، وبيقعدوا يستنوا ميعاد القطر. زارا بتقول له انا اتكلمت عن كل حاجه ونسيت اكلمك عن خطيبي، انت غلطت غلطه كبيره، انا راجل بسيط جدا واللي في قلبي على لساني. طول الطريق بفكر اخرك ازاي عشان تقضي معايا وقت اطول واعترف بحبي ليكي، ولو كنت بتبادليني نفس الشعور كنا نتجوز ونعيش مع بعض حياه سعيده. كنت باني احلام كبيره عليك
عليكي، بس يجي خطيبك بوظ كل حاجه. زارا بتكون واقفه مصدومه من اللي سمعته، لكنه بيقول لها ما تتضايقيش من صراحتي، انا عارف ان قلبك مع شخص تاني ومفيش بينا حاجه ولا هيكون ابدا، بس يوم ما هتحتاج لصديق افتكر ان في واحد ورا الحدود مستعد يضحي بحياته عشانك. زارا بتكون لسه ما فقتش من الصدمه، بس بيجي خطيبها الشلحف وبيقول لها يلا عشان هنمشي، وبيقول لي فير زارا قالت لي على اللي عملته معاها، مش عارف اشكرك ازاي، لو عايز ترد لي الجميل خلي زارا سعيده، خد بالك انا كده ممكن افكر انك وقعت في حبها. والله انا ما اعرفش حاجه عن الحب، بس اتمنى من كل قلبي ان زارا ما تنزلش دمعه واحده من عيونها، ولو ده يتسمى حب انا بحبها. استاذ فير انت بتغازل خطيبته قدامي ومش عارف اعتبر ده عشم ولا اهانه. لا يا حبيبي اعتبره سحله في فتله. بيقول لها بحبك ولسه بتتناقش. فير بيقول له ولا اي حاجه، لان انا بالنسبه لها ولا حاجه، انما انت كل حاجه. بيودعوا بعض وبيمشوا. تفتكر ان الحكايه كده خلصت يا صديقي؟ لا والله، ما تنساش ان كل الاحداث دي فير بيحكيها للمحاميه، وبيجي الضابط وبيقول لهم الزياره انتهت. بتخرج ساميه وبتقول للضابط اتعامل معاه باحترام احسن لك، وبتسيبه وتمشي. تاني يوم بتيجي ساميه عشان تسمع باقي القصه، وبتكون جايبه له حلويات، وبتقول له قعدت افكر طول الليل ازاي القصه انتهت كده. قال لها لا ما انتهتش، لان كل ده كان حب فير لزارا، ولسه شعور زارا ما تعرفش، ومن غير شعور زارا قصه وحياه فير مش هتكمل. بعد ما زارا رجعت ابوها ما كانش بيكلمها لان سفرها لوحدها كان غلط. بتقعد زارا مع امها وبتسالها انت ممكن تضحي بحياتك عشان ابويا؟ قالت لها طبعا، مش جوزي؟ طيب وهو يضحي بحياته عشانك؟ بتقول لها في فرق بين حب الراجل وحب الست. الست بتحب بكل روحها وقلبها، اما الراجل ما عندوش القدره انه يحب بالطريقه دي. هو احنا ما عندناش الكلام ده ليه؟ هم نسواننا تايوان؟ انا عارفه انت بتسالي السؤال ده ليه. ما تستنيش من رازا انه يضحي بحياته، اديله انت قلبك وروحك ووفائك وحقوقه الزوجيه، وانا متاكده انه هيديلك كل حقوقك. بتقول لها بس مش هيضحي بحياته عشاني. بتغضب امها وبتقوم عشان تمشي، لكن زارا بتقول انا عارفه راجل على استعداد انه يضحي بعمره عشاني، راجل عيونه صادقه وكلماته شريفه، راجل على استعداد يضحي باي حاجه عشان حبه، راجل ما فرقش معاه ان باكستانيه وهو هندي. امها بتتصدم وبتقول لها بغضب مين اللي بتتكلمي عنه ده؟ وايه اللي حصل بينكم؟ قالت لها ما حصلش اي حاجه ولا حتى لمسني، بس انا سبت له قلبي وروحي. امها بتقول لها ابوكي لو عرف الكلام ده هيذبحك. يذبح مين يا حاج؟ ده انا فشخه بريتز انت دي تخصني. امها بتكمل كلامها وبتقول الحب ده يا هبله في الكتب والاشعار بس. زارا بتقول لها انا كنت مفكره كده لحد دلوقتي. بتقوم امها وبتقول لها قبل ما تمشي انت مستقبلك مع رازا، لا انت ولا اي حد هيقدر يغير الامر ده، وبتسيبها وتمشي. وبتبدا مراسم خطوبه القمر. كده يا زارا تكسري قلبي وتتخطب لغيري؟ على العموم براحتك، بس انا عمري ما جرحتك. بتروح زارا لابوها وبيقول لها انت عشان بنتي الوحيده اديت لك الحريه في كل حاجه، لكن انت عملتي لي مشاكل اكتر من مشاكل الولد. في العادي الام اللي بتقول لبنتها على واجباتها، لكن عشان انا بعتبرك ابني فانا اللي هقول لك. بيقول لها انت عارفه ان جدك كان راجل سياسي لكنه مات قبل ما يوصل للي هو عاوزه. من يومها وانا بحاول اكمل اللي كان نفسه فيه لكني لسه ما وصلتش، بس بفضل ابو رازا النجاح قريب جدا. بعد ايام قليله هتكوني في بيتهم، ولازم تحافظي على العلاقه دي عشان حلمنا يتحقق، واي غلطه منك كل حاجه هتبوظ. كلام واضح؟ بتقول له ايوه. عايزه تقول حاجه؟ بتقول له لا. طب تعالي في حضني، ويا ريت اشوف ابتسامتك اللي من زمان ما شفتهاش. بتحضنه وبتتخيل بفير قدامها وهو بيقول لها المسافه قربت بينا، وبيمسح دموعها. بتنزل للحفله وبتتخيل فير في كل حته، ما بيفارقش خيالها حرفيا، وهي سرحانه بخيالها بتيجي شابو وتفوقها. زارا بتترمى في حضنها وبتقول لها خليه يخرج من دماغي. بتصعب عليها وبتروح تتصل بفير وبتقول له زارا على وشك انها تتجوز، بس هي بتحبك، تعال انقذها لانها مش عارفه تعمل حاجه. فير ما كدبش خبر وبسرعه قدم استقالته وراح على باكستان. شابو بتقابله وبتاخده تقعده في بيتها، وبتعرفه ان فرح زارا بعد بكره، وبكره هيروحوا الضريح، وان اخوها منير هيعرفوا طريق الضريح، وتاني يوم بيروحوا للضريح. واثناء ما بيعملوا الطقوس بيجي فير، وزارا بتحس بوجوده، بتلف وشها، واول ما بتشوفه بتجري عليه وتحضنه قدام كل الموجودين، والجميع بيكونوا مصدومين. ابوها جاله ذبحه كلويه وما عادش بينطق، وابو رازا بيقول لامها الحمد لله ان محدش غريب كان موجود. وبكره بعد جواز زارا من رازا ما عادش حد هيفتح بقه. بتقول له بعد اللي حصل ده رازا لسه عايز زارا؟ قال لها الجواز ده مش بين رازا وزارا بس، لو زارا ما اتجوزتش رازا جوزك هيخسر الانتخابات والعار هيمسكه طول عمره. بتقول له جهز كل حاجه، الفرح هيكون بكره في البيت ده. وبتروح لفير في بيت شابو وبتقول له انا ام زارا، بس النهارده اتبريت منها وانا عندي حق لانها بقت ملكك دلوقتي، وجاي اطلب منك انك ترجع لنا بنتنا. انا سمعت انك بتنقذ حياه الناس وانقذت حياه زارا، ابوها دلوقتي بين الحياه والموت، وجاي اطلب
طالبه منك تنقذ حياته. بيقول لها الام ما بتترجاش ولادها، الام بتؤمر وبس. زارا كانت وهتفضل بنتك وما تفكريش اني هاخدها بدون اذنك. بيقولوا ان الحب اعمى واحنا حبنا عمانا وما شفناش غير نفسنا وما نعرفش اننا هنأذي حد ولا هنجرح حد وما كناش عارفين ان حبنا هيسبب خطر لحياة حد. جهزي مراسم الفرح، زارا هتتجوز اللي ابوها اختاره وانا هتكلم مع زارا واوعدك انها هتوافق وهي راضيه. بتقول له هم كل الاولاد في بلدك زيك كده؟ قال لها ما اعرفش بس كل الامهات زيك بالظبط. تاني يوم فيرو وزارا بيتقابلوا وبيقول لها على اللي حصل وقال لها لو انا اخدت قرار غلط عرفيني ومحدش هيقدر يمنعني من ان اخدك للهند. بتقول له انت عملت الصح، اللي احنا فيه دلوقتي بسبب غلطه سخيفه، لو كنت مسكت نفسي وقت ما شفتك ما كانش كل ده حصل. قال لها انا هفضل عايش على الغلطه دي بقيت عمري. بتقول له هو ليه بيحصل معانا كده؟ انا عمري ما عملت حاجه غلط. بيقول لها فير انا معايا لحظتين من حياتك وانت معاكي لحظتين من حياتي، واللحظتين دول اللي هنعيش عليهم بس بوش بشوش. انت هتكوني زوجه صالحه وترفعي راس امك وابوكي وانا هحقق حلم ابويا ورا على القريه، وانت بعد ما تخلفي دستة عيال تجيبوهم وتيجي تزوريني وهاخدك لفه على العجله عشان تشوفي تجديدات القريه. قالت له بس انا بعد ما اجيب الدستة مش هقدر اركب العجله. قال لها معاكي حق، خلاص هجيب جرار. بتحضنه وبيفضلوا يعيطوا، بيودعوا بعض وبيمشوا. اصعب حاجه في الدنيا هي الفراق، ربنا ما يكتبها عليكم يا اخواتي. بتروح زارا لابوها وبتقول له ايه يا حاج مش هتمسكني من ايدي وتوديني لعريسي؟ طب مش هتحط ايدك على راسي وتباركني؟ بيحط ايده على راسها وبيقول لها سامحيني يا بنتي. وبنروح لفيرو وهو راكب الاتوبيس وبتيجي الحكومه الباكستانيه تقبض عليه وبيدوا له ورقه مكتوب فيها ان اسمه راجيش وانه جاسوس هندي. قال لهم انا اسمي فير وتاكدوا من جواز سفري. بيوروا له جواز سفر مزور باسم راجيش وبيقولوا له عندنا شهود على ده، ولو انت فعلا فير قول لنا كنت جاي لمين واحنا هنتصل بيه ونتاكد انت صح ولا غلط. بيكون لسه هيقول بس بيرجع في قراره وبيقول لهم انسوا الحكايه انا مش جاي ازور حد. بيدخل رازا عليه وبيقول له خايف تقول اسمها عشان ما تبوظش سمعتها؟ ايه الحب ده كله؟ بتضحي بحياتك عشان حبك؟ انت مفكر انك هتيجي تعترف بحبك لخطيبتي قدام الناس وتمشي كده عادي؟ انا كمان شويه هتجوز واحده قلبها مع شخص تاني وللاسف ما اقدرش ارجع في الجوازه دي. متخيل حياتي هتكون عامله ازاي؟ حياتي هتكون جحيم، بس انا هخلي حياتك انت اللي جحيم يا اما زارا. لو مضيت على الورقه دي وعشت في السجن من غير ما تتكلم زارا هتكون سعيده، ولو رفضت هعيشها طول عمرها في هم ونكد. الاختيار بين ايديك. وبيسيبه ويمشي وبيقبل فير انه يمضي على الورقه، والاتوبيس اللي كان المفروض هيسافر فيه بيتقلب وكل الركاب بيموتوا واسمه بيكون من ضمنهم. وبنيجي للحاضر وهو بيقول لساميه كنت فرحان ان خبر وفاته هيوصل لابويا وامي عشان يعيشوا في سلام. ساميه بتقول له انا مش هقدر ارجع لك السنين اللي ضاعت لكن اوعدك ان هبرئك وارجعك بلدك بامان. بتسيبه وتمشي وبتروح للقاضي وبيدخل عليهم محامي الحكومه وبيكون محامي عقر ما بيخسرش اي قضيه يمسكها، وبيكون هو وساميه عارفين بعض لانها كانت شغاله تحت ايده. بيقول لهم القاضي الجلسه هتكون بعد بكره يا اما هتكون بعد 6 شهور او سنه. بيقول له ذاكر انا مستعد، لو الدفاع مش مستعد نأجل. بترد ساميه وبتقول انا مستعده، موكلي ضاع من عمره 22 سنه ومش عايز اضيع له اكتر من كده. مساعد ساميه بيقول لها القضيه دي صعبه من اولها ودخول زاكر احمد خلاها مستحيله، اتنازل عن القضيه دي. بتقول له زاكر عايز كده فعلا، روح انت جهز قائمه الشهود وانا هروح لزاكر احمد واجيلك. بتروح لزاكر المكتب وبتقول له دي قضيتي الاولى ووارد ان ارتكب اخطاء وبما انك المعارض العواقب هتزيد ومش عايز اضيع حق السجين ده بسبب مشاكل تافهه لانه بريء بمعنى الكلمه. بيقول لها انت جايه عايزاني اخسر القضيه؟ نسيت ان زاكر احمد عمره ما خسر قضيه واحده؟ انت مبادئك اتغيرت وخليتك تيجي تتوسلي عشان تكسبي اول قضيه ليكي، بس انسي القضيه دي مهمه بالنسبه لي. قالت له انا كنت مفكراك انسان وجيت اتناقش معاك عشان ندي للشخص ده حريته، بس انت فهمت مجيتي ضعف مني. اشوفك في المحكمه واستعد لاول خساره ليك. وبتسيبه وتمشي. بتروح لفيرو وبتساله انت بقالك 22 سنه ما بتتكلمش، اشمعنى انا حكيت لي على قصتك؟ قال لها لان انت الوحيده اللي مصدقه ان فير ومش شاكه في براءتي. بتقول له بكره جلستنا الاولى وما تنساش وعدك ليا بانك هتغير هدوم السجين وتلبس هدوم فير برتاب سنغ. بيقول لها وفي بوعدك انك ما تجيبيش اسم زارا. قالت له ماشي. تاني يوم بيروحوا المحكمه وبيدخل عليهم فير باللوك الجديد وبتفرح ساميه لما بتشوفه. بتبدا الجلسه وبيقول زاكر احمد للقاضي المتهم بقاله 22 سنه مسجون والمفروض انه كان يتعدم لانه جاسوس. بيخلص كلامه وبتقوم ساميه وبتقول للقاضي ان القضيه دي مش صراع اننا نرجع الشخص لبلده، بس القضيه دي عشان نرجع للشخص ده اسمه واحترامه. بتخلص ساميه كلامها وبيطلبوا الشهود، والشهود بيكونوا الاثنين الضباط اللي قبضوا عليه زمان وبيشهدوا ضده، وبيجيبوا الضابط اللي كان مسؤول عنه في السجن وبيقول لهم ان الراجل ده بقاله 22 سنه مسجون وما عملش ولا مشكله، بالعكس ده كان بيساعد الناس جوه السجن. انا ما اعرفش هو فير ولا راجيش، بس اللي شفته من الراجل ده يدل على انه صالح. القضيه
تتأجل اسبوع، وبتروح سامية لفير وبتطلب منه انها تقول اسم زارا، وهو بيكون رافض. بيقول لها زارا دلوقتي هيكون معاها ولدين، نجيبها ازاي؟ ويسألوها ايه علاقتها بيا؟ انا بقالي 22 سنة محافظ على شرفها، وهاجي دلوقتي اسوق سمعتها؟ اسم فير وزارا مش هيجتمعوا مع بعض. قالت له انا اسفة، المحاماة نستني انسانيتي، كده ما عادش قدامي الا حل واحد، وهو ان اسافر للهند واجيب المستندات اللي باسم فير. وفعلا بتروح للهند وبتسأل على بيت ابو فير وامه، وبتعرف انهم ماتوا من زمان، بس بيقول لها ان البيت مفتوح لاي حد. وبتروح البيت بتلاقيه مدرسة، وخلاص هتمشي لكن بتسمع اسم زارا بيتندى. بتلف وشها وبتلاقي زارا قدامها. زارا بتقول لها انت مين وعايزة ايه؟ سامية بتكون مذهولة وما بتردش. زارا بتنادى على شابو تستقبلها وبتسيبها وتمشي. وبتيجي شابو وبتقول لها اموريني. بتقول لها انت شابو؟ قالت لها اه. بتقول لها وهي زارا حياة خان؟ شابو بتستغرب وبتقول لها عرفت الاسم ده منين؟ بيدخلوا جوه وبتقول لها شابو ان بعد سماع موت فير زارا اتطلقت واجت هنا تساعد ابو فير وامه في تحقيق حلمه، وبعد فتره امه وابوه ماتوا، وزارا قالت ان ما عدتش همشي من هنا. بتقول لها ساميه واحد ضحى ب 22 سنه عشان يحافظ على شرف حبيبته، وواحده قضت 22 سنه في بلد غريبه عشان تحقق حلم حبيبها، اكيد دول مش بشر. بتروح ساميه لزارا وبتدي لها حظاظه، وبتعرف زارا انها بتاعت امها. بتقول لها ساميه من 22 سنه مريم حياه خان اديتها لشخص وهي بتودعه، والشخص ده اسمه فير. زارا بتتصدم وبتترمي في حضن ساميه، وبتقول لها ساميه بعد 22 سنه هاخدك لفير. بنروح للمحكمه وبيكونوا مستنيين ساميه. فير بيحس بزارا وبيقوم يبص على باب المحكمه، وفجاه بتيجي ساميه ومعاها زارا، واول ما بيشوفوا بعض بيفتكروا اللي كان ايام زمان، ايام ما كانوا لسه شباب بيقعدوا مع بعض، وبيلبسها الخلخال اللي معاه من 22 سنه. بيقول القاضي بعد شهاده زارا والمستندات اللي قدمتها بتثبت ان الراجل اسمه فير برتاب سينغ، وان فير وقع على الورقه عشان يحافظ على سمعه بنت باكستانيه، وبيحكم ببراءه فير. ذاكر بيهني ساميه انها قدرت تكسب القضيه، وبيقول لها انه هيعتزل المحاماه لانها بعدتنا عن ان نكون انسان. وبيخرج فير وبتقول له ساميه اخيرا اسم فير وزارا هيجتمعوا مع بعض بقيه حياتهم، يلا بلادك مستنياك. واخيرا فير بياخد زارا ويدخل الهند، وبيعيشوا مع بعض في القريه، وبيحقق حلم ابوه. وهنا بيخلص فيلمنا. وعايز اقول لك يا صديقي اني اتنفخت في تلخيص الفيلم ده. اتمنى انه يكون عجب سياده معاليك، ويا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وتعمل لنا لايك للفيديو تشجيع منك لينا، ومستني رايك في الكومنت. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.